في المستشفى التي أعمل فيها والمرأة موجودة الآن المرأة نصرانية، وكانت يعني كثير من الناس ينشد بجمالها وينظر لها، ففجأة أسلمت. فاللي يكلمني هو اللي سألها مدير الإدارة اللي هي فيها، قال كيف أسلمتي؟ قالت والله أنا ما أسلمت ولا كنت أفكر في الإسلام، وأكثر شيء عندي دين الإسلامي، بل كنت أتجمل عشان يعني أغيظ المسلمين والمسلمات وأدعو يعني الناس يشوفوني في قالت كيف أسلمت؟ قالت والله أسلمت من واحد رجل في المستشفى يعمل إنه كان وأنا أكلمه ينظر في الأرض. تقول فحسيت في نفسي يعني حقد عليه، كيف ما ينظر لي ولا ناظر ولا شيء. فسألت فرد عليها هو قالها الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وأنا هدفي مع الله عز وجل، فأنا أرضيك أنا ولا أرضي الله؟ الله أعطاني أعظم. ووفاء المسلم لزوجته أصلا في الدنيا أنه ما هو بس صارت معه، حتى أنه ما ينظر لغيره. فقالت أثر فيني هالموقف وأسلمت، والله الآن في المستشفى واسمها ياسمين الجديد في في في, في الإسلام، وهي الآن موجودة في مدينة مكة الطبية تعمل بنقاب لا يراها. وجاءها كلام من النصارى اللي معها قالت كأنك سلاحف النينجا وانت حاطة النقاب وذا، وما زادها إلا إيمان وتثبيت. ولا أريد أن أذكر ماذا أعطاها الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، لكن كان الهدف أغلى عندها رغم ما واجهت من ضغوط وغربة وأهلها كلهم كفار، إلا أنها قالت والله ما دام وجدت رب العالمين والله فأنا لا أريد. لسان قولها تقول إن صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب. فشوف العفاف أصلا في قضية أن الإنسان ينسى حظوظ نفسه، وهذا الدعوة القضية دعوتنا يا جماعة بأفعالنا لا بأقوالنا. الله يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.